سلام حبيباتي ومرحبا بكم في وصفات من القلب مع بشرى بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم قريوش ضفيرة بعجينة جديدة ورائعة بزبدة التوريق. جبتها لكم اليوم. العجينة هذه بديل رائع العجينة التقليدية تاع القريوش اللي تعرفوها بكل واللي نستعملوها بكل. العجينة هذه تعطيكم خفة وقوام وتوريق روعة. العجينة تاعكم بدون تعب خلاص وبدون ما تحتاجوا تستعملوا كمية كبيرة تاع نشا. تبعوا معايا الوصفة بإذن الله حتعجبكم. وفضلا وليس أمرا، ولا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ونبداو الوصفة تاعنا. العجينة هذه سهلة وبنينة وناجحة بإذن الله من أول مرة. جربوها راهي بخطوات بسيطة خلاص. هنعطيكم أول حاجة العجينة تاعي هنعطيها لكم بالميزان ومن بعدها هنعطيها لكم بالكيلات. بالميزان عندي 250 جرام فرينة. من الأفضل تكون الفرينة تاعكم مغربلة ومن الأفضل تاني تستعملوا ماما تي 45. ضفت لها هنا 50 جرام زبدة تاع التوريق. الزبدة تاعكم لازم تكون دايبة وبحرارة الغرفة، ما تضيفوش خراش الزبدة سخونة. وعندي تاني هنا 50 جرام زبدة عادية، أنا درت زبدة تاع العبيل. تاني لازم تكون دايبة وبحرارة الغرفة. وضفت كمية قليلة تاع ملح حوالي ملعقة صغيرة بك. وخلطوا هنا، خلطوا مليح وحاولوا حكوا الفرينة مليح مع الزبدة حتى ما تلقاوش بقاو حبيبات تاع الزبدة. وهنا بك بنعطيكم الوصفة تاعي بالكيلات. عندكم في الكيلات هنا عندكم 5 كيلات تاع فرينة وضيفوا لها كيلة تاع زبدة توريق وكيلة تاع زبدة عادية. هذه هي الوصفة بالكيلات، وباقي المقادير تقدروا تكملوها بصفة عادية. وكما قلت لكم من قبل تاني شوفوا معايا اني قاعده نحكم مليح. المرحله هذه مش حتدي لكم وقت طويل. حاولوا بك حكوا الزبده مع الفرينه بهذا الشكل حتى تلقاو الزبده انتجت مليح مع الفرينه. وضفت الوصفه تاعنا هنا ملعقه كبيره تاع سكر طب. الملعقه تاعكم حاولوا ما تكونش معمره وبومبي بزاف. ضفت لها ملعقه صغيره خميره الحلويات حوالي 4 جرام. ضفت تاني صفار بيضاء. الصفار البيضاء تاعكم لازم يكون تاني بحرارة الغرفة. وضفت تاني ملعقة كبيرة تاع خل. وحاولوا خلطوا بك الصفار مع المكونات. ومن بعد هنا نبلوا العجينة تاعنا، بلوها بماء صهر ولا تحبوا تبلوها بماء عادي. هنا بك ملاحظة صغيرة خاصة المبتدئات، المزهر تاعك ولا كان النكهة تاع المزهر تاعك ضعيفة ومش من نوعية مليحة، تقدري تضيفي له نقطة واحدة تاع لاغوم تاع مزهر، حتعطيكم ريحة وروعة للعجينة. جربوه بالطريقة هذه بإذن الله حتعجبكم. وبلوا العجينة تاعكم، العجينة لأنها كمية صغيرة راهي مش حتديلي كمية كبيرة تاع ماء باه تلم العجينة تاعي. هكا كما تشوفوا معايا نحاول نحط بكمية قليلة تاع الماء ونخلط، لأنه قوام تاع العجينة هو سر النجاح الوصفة. العجينة تاعكم لازم تكون كما العجينة العادية تاع القريوش، ما تكونش طرية بزاف وما تكونش ثاني يابسة. القوام تاعها لازم تكون متماسكة شوية بين الطري وبين اليابس بهذا الشكل كما قاعدين تشوفوا معايا. كما تحصلت انا على القوام المطلوب تاع العجينه تاعي، حاولوا اعجنوها 3 دقائق 4 دقائق برك حتى تلقاو العجينه تاعكم ولات ملسه بهذا الشكل. شوفوا قوام العجينه تاعي، نتمنى تكون الفكره واضحه ويكون القوام تاع العجينه باين لكم، لانه العجينه تاعكم ولا جات جاريه حتجيكم العجينه من بعد صعيبه بزاف باه تتحكموا فيها. وخليوا العجينه تريح في المرحله هذه على الاقل 15 دقيقه. كيما انا خليت العجينه تاعي تريح مده 25 دقيقه، خليتها في الثلاجه. خاصه كما يكون الجو سخون ننصحكم تخليو العجينه تريح في الثلاجه، القوام تاعها حيكون خير. وهنا بعد ما ارتاحت لي العجينه تاعي كما تشوفوا العجينه راهي طريه، هنا استعملوا كميه قليله تاع نشا، ما تحتاجوش تستعملوا كميه كبيره تاع نشا. العجينه تاعنا هذه ما تحتاجش نشا باه تكون باه تورقوها. النشا وشي حيعاونكم في المرحله هذه باه تطرحوا العجينه برك. في المرحله هذه ما تحتاجوش تطرحوا العجينه تاعكم رقيقه خلاص، حاولوا بك تطرحوها على قد ما تقدروا برك بهذه الطريقه. وبه علاه في المرحله هذه عفوا حنطبقوها كما نطبقوا البات فيتي، حنطبقوها على النص ومن بعد نزيدوا عاودوا نطبقوا الجزء الثاني هذاك نطبقوه على الجزء الاول، من بعد نزيدوا عاودوا نطبقوها على الاربعه. بهذه الطريقه راهي طريقه سهله خلاص كما قلت لكم كما نديروا بات فيتي. بعد ما خلصنا التطبيقة الأولى نزيدو نعاودو في نفس الدقيقة، ما تخليوش العجينة تاعكم تريح،
نزيدو نعاودو نديرو بنفس المرحلة من قبل، نطرحو العجينة تاعنا ومن بعد نزيدو نعاودو نطبقوها على النص ونزيدو نعاودو نطبقوها مرة أخرى ونزيدو نعاودو نطبقوها على 4. بهذه الطريقة راهي طريقة سهلة خلاص وما تديش منكم وقت خلاص، وما تحتاجوش هنا في المرحلة هذه طرحوا العجينة تاعكم رقيقة باه تطبقوها، حاولوا بك تطرحوها بأي سمك تحبوا. وفي المرحلة هذه لازم تخليو العجينة تريح على الأقل 15 دقيقة. بعد ما ديروا التطبيقة الأولى والثانية خليو العجينة تاعكم تريح، غطيوها وخليوها لا شتا في الثلاجة ولا حتى على برا نورمال، ما يهمش في المرحلة هذه، خليوها تريح كما قلت لكم لمدة 15 دقيقة. وهنا كما تشوفوا بعد ما ارتاحت العجينة تاعي، هنا فايدة العجينة تخليوها تريح في المرحلة هذه باه تجيكم برك سهلة باه كما تطرحوها وما تعبكمش في الخدمة. هنا كما تشوفوا معايا انا طرحت العجينه، استعملت كميه قليله تاع نشا. كما قلت لكم من قبل النشا فايدته في الوصفه تاعنا انه بك باه يعاونكم باه تطرحوا العجينه، ما فايدتوش بزاف هنا في التوريق، مش كيما وصفة الخشخاش اللي درتها معاكم المرة اللي عدات. نعت لكم بأن العكس في الوصفة تاع الخشخاش، في الوصفة تاع الخشخاش نشا حتعاونكم للتوريق بصح بكمية قليلة. كما قلت لكم الوصفة هذه لأن فيها زبدة التوريق ما تحتاج كمية كبيرة تاع نشا. أما الوصفة اليوم تاع قريوش طفيرة كما قلت لكم ونزيد نعاود نأكد ما تحتاجوش تستعملوا نشا بزاف، استعملوا نشا بحسب الكمية برك اللي تخليكم باه تطرحوا العجينة تاعكم بكل سهولة. وهنا حاولوا تطرحوا العجينة تاعكم، السمك تاع العجينة ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش تاني خشين، حاولوا السمك تاعو يكون متوسط حوالي 4 ملم. بهذا السمك كما تشوفوا معايا العجينة تاعي مش خشينة بزاف ومش رقيقة تاني. والقياسات حبة قريوش كاينين زوج قياسات. عندنا القياس الاول اللي نستعملو انا نفضلو يكون حجم شويه صغير، عندك 12 سنتيمتر، عندك الطول والعرض 14 سنتيمتر. وكان القياس الثاني اللي كاينين بزاف ثاني العباد يستعملوه، عندكم طول 16 سنتيمتر والعرض عندكم 14 سنتيمتر، تزيدوا بك 2 سنتيمتر. راهي طريقه سهله خلاص وانتوما القياس اللي تفضلوه. كما تشوفوا معايا هنا انا قصيت حبات القريوش تاعي. بالنسبه للمحتوى المبتدئ انصحك تحاولي تستعملي ورقه، لانه بهذه الطريقه حيجيوك الحبات بكل تقريبا قد بعضهم. بالنسبه لوحده مكتسبه الخبره ومعرفه دير تقدر تقص الحبات لانها معتاده. وهنا الزوائد اللي بقاو تاع العجينه عادي عاودوا بك عجنوهم، حاولي بك لميهم وحطيهم على جنب وخليهم يريحوا. ونحط العجينه تاعي على جنب ونبدا نخدم. حاولوا هنا باك غطيو العجينه تاعكم باه ما تشيحلكمش. انا لاني سريعه شويه في الخدمه هكا ما غطيتهاش، وثاني لانه الكميه صغيره، بصح بالنسبه لوحده مبتدئه انصحك تغطي العجينه باه ما تشيحلكش. وقريوش طفيرة هو أسهل شكل قادرة ديروا أي وحدة مبتدئة ونجعلها من أول مرة. سر أول حاجة حاولوا قصوا الخطوط تاعكم، قصوهم خطوط رقاق باه يجيكم الشكل من بعدها مليح. ثاني حاجة في القياسات تاع 12 14 سنتيمتر قصوا 12 خط بالضبط، ولا قياسات الحبة تاعكم 14 16 سنتيمتر قصوا 14 خط باه من بعدها يجيكم الشكل الحبة تاعكم مليح. راهي طريقة سهلة خلاص. من بعد هنا حاولت قلبت عفوا هنا الساعة افتحوا الحبات على بعضهم باه من بعدها كما تقليو القريوش تاعكم تلقاوه يتورق بكل سهولة، وقلبوا الجهة الأولى على الجهة الثانية. بهذه الطريقة راهي طريقة سهلة خلاص. ومن بعد حاولوا اضفروا بالطريقة هذه من تحت، وحاولوا لصقوا بكمية قليلة بركة. عندي هنا كمية قليلة تاع فرينة مع كمية قليلة تاع ماء ونلصق بها، وحاولوا اضغطوا مليح بها العجينة تاعكم بعد كيما تقليوها ما تفتح لكمش. انا الحق مرة نستعمل البيض انا نفضلو خير في العجينة، المرة هذه بك استعملت معاكم فرينة. وبنفس الطريقة من فوق افتحوا العجينة تاعكم وحطوا كمية قليلة تاع فرينة وحاولوا اضغطوا مليح تاع العجينة باه كما قلت لكم ما تفتح لكمش من بعدها. ونحيو الزوائد بهذه الطريقة. راهي طريقة سهلة خلاص وبإذن الله يخرج لكم الشكل باهي ومليح. وهذو الحبات تاعي بعد ما خلصت 250 غرام تاع فرينة خرجت لي 15 حبة. عندي 15 حبة تاع قريش طفيرة. هنا بك نصيحة للمبتدئات كما قلت لكم من قبل، حاولوا ديروا الشرائط تاع الضفيرة تاعكم ديروهم رقاق. كل ما درتوهم رقاق حتخرج لكم الحبة مليحة. كون درتوهم خشان بزاف ودرتوا الضفائر تاعكم بيناتهم مسافة كبيرة ودرتوهم أقل من 12 خط
حاجيكم الشكل من بعد ما يجيكمش مليح. هكا نصيحة، حاولوا اخدموا بالعقل وديروا 12 خط وروحوا دوك باه نقليو مع بعضنا. للمبتدئات حنشارككم الطريقة اللي دايما تابعها باش نعرف بان الزيت تاعي وصل لدرجة حرارة مناسبة. كيما شفتوا معايا حطيت قطعة قليلة بكت العجينة ونشوف العجينة تاعي ولا ارتفعت. كيما تشوفوا العجينة تاعي هنا اني ما سرعتش الفيديو، ما داش وقت طويل بعد وارتفعت العجينة. هنا هذا دليل بان العجينة تاعكم، بان الزيت تاعكم عفوا، راهو سخون ووصل لدرجة حرارة مليحة. حطوا العجينة تاعكم بالطريقة هذه وحاولوا ارميوا الزيت بزربة على العجينة. كيما شفتوا العجينة راهي ما داتش وقت طويل بعد وانتفخت، وشوفوا راهي تورق بكل سهولة. ما حطيتش فيها كمية كبيرة تاع نشا، كمية قليلة بك تاع نشا وراهي تورقت لي بكل سهولة. قلت لكم الوصفة هذه راهي ناجحة بإذن الله، جربوها ومش حتندموا. نعاود نأكد راهي وصفة رائعة وسهلة وتنجح بإذن الله لأي وحدة مبتدئة. كما تشوفوا معايا الطريقة راهي سهلة خلاص، ونكمل بالطريقة هذه حتى نخلص الكمية الحبات تاعي بكل. وهنا تاني ملاحظة صغيرة بك نسيت ما قلتهاش، القريش تاعكم كيما طيبوا فيه، كيما تكونوا في نص الكمية ولقيتوا القريش تاعكم بدا يحمر بكل بسرعة، كيما تحطوا بعد الحبة تاعكم تلقاوه بدا يحمر، من الأفضل هنا نقصوا النار على القريوش تاعكم. اللي عندكم 3 دقائق نقولوا نقصوا النار، خليو النار تبرد شوية ومن بعد زيدوا عاودوا رجعوا النار كيما كانت من قبل. بهذه الطريقة باه يطيب لكم بكل بنفس اللون، وتاني باه يطيب لكم من الداخل ومن برا، مش من برا تلقاوه طاب وحمار ومن الداخل تلقاوه مازال ني. هنا بك هذه ملاحظة تفكرتها ونسيت ما قلت لكمش عليها. وهكا وصلنا مع بعضنا لنهاية الوصفة تاعنا. شوفوا القريوش تاع الطفيرة تاعنا كيفاش جا، الشكل تاعو جاي يهبل وبكل حبات جاو مورقين. قلت لكم في الوصفة تاع اليوم ما تواجهوش خلاص المشكلة تاع ان العجينة تاعكم تجي معجنة وما تورق لكمش. الوصفة هذه راهي ناجحة بإذن الله، وبإذن الله حتجيكم سهلة بزاف للتطبيق. شوفوا شكل الحبة كيفاش جا شكل الحبة تاعنا جا باهي روعة، وتاني تجي مقرمشة وذوق ومذاق. شوفوا الشكل تاعها بعد ما كسرت الحبة، قلت لكم وتجي حتى مورقة. شوفوا توريقات اللي كاينين من داخل، الحبات بكل يجيو بالشكل هكا. زبدة التوريق راهي تفيدكم بزاف الوصفة هذه للتوريق. شوفوا معايا الحبة راهي رائعة. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. نأكد ونعاود نأكد، نتمنى تجربوا الوصفة هذه، راهي بديل رائع لوصفة تاع القريوش التقليدية. في الأخير وصلنا لنهاية الوصفة تاعنا، ونتلاقاو بإذن الله في الوصفة القادمة.